بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حيرة كبيرة جدا من جماهير نادي المريخ السوداني في الدوري الموريتاني. عندنا حيرة كبيرة جدا من البداية والخروج من دور التمهيدي أو من دور التمهيدي دوري أبطال أفريقيا، والأداء السيء جدا اللي حتى الآن بيلقي بظلاله على الجماهير المريخية أو المريخوية السودانية. يعني النهاردة جماهير المريخ السوداني عندها مشكلة كبيرة جدا بالمقارنة بنتائج فرقة الهلال السوداني في الدوري الموريتاني. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان تقبل فكرة خروج المريخ السوداني من دور المجموعات، او مش من دور المجموعات، ده هو كمان ما وصلش دور المجموعات، من الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا، عمل مشكلة كبيرة جدا عند الجماهير. وهي كان عندها عشم كبير جدا ان فرقة المريخ السوداني هذا الموسم تلعب بطولة افريقيا او تكمل في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، ولكن لم يحدث وخرج المريخ السوداني من الدور التمهيدي. قالوا العشم فين؟ في الدوري الموريتاني، ان احنا ان شاء الله نجيب الدوري الموريتاني اللي بنشارك فيه لاول مره في التاريخ، يعني علشان زي ما احنا عارفين الظروف اللي بتمر بيها دوله السودان. ونتمنى ان شاء الله ان الدنيا تعدي وتبقى الدنيا حلوه وان شاء الله السودان تعيش ازهى فتراتها للفتره القادمه باذن الله. طبعا الدوري الموريتاني والهلال والمريخ. عندنا المريخ في المركز السادس برصيد 35 نقطه من 22 مباراه. يعني لو جينا حسبناها كده انت بتاخد نقطة ونص من كل مباراة، نقطة ونص. يعني لما نيجي نحسبها 22 مباراة في نقطة ونص، 20 ب 30، وعندنا 2 يعني قول 3 يعني قول نقطة ونص. بالأمس كان في مباراة ما بين المريخ السوداني صاحب المركز السادس وما بين الشمال أو الشمال اف سي صاحب المركز الرابع تقريبا أو الثالث يعني. المباراة خلصت بهزيمة نادي المريخ 2-1. صعبة جدا على فرقة نادي المريخ بعد فوزه على الهلال، بعد فوزه الماتش اللي فات برضه نفس الكلام في الدوري الموريتاني، فكان بيكسب بقاله 3 مباريات. ولكن النهارده هزيمة او بالامس هزيمة مش منطقية بالمرة. يعني النهارده الشمال من الفرق الكبيرة، من الشمال من الفرق اللي بتقدم كرة في الدوري الموريتاني، ولكن مش بعظمة وقيمة فرقة المريخ السوداني. النهارده الشمال بيصعد للمركز الثاني وبقى عنده 39 نقطة من 22 مباراة. حتى كمان النهارده لما فاز الشمال على المريخ ما خلاش مثلا النهارده نقول ان في زياده اوجاع بالنسبه لجماهير المريخ او لفرقه المريخ. لا، ده كمان صدر اوجاع او مشاكل لفرقه نادي الهلال. ولكن فرقه نادي الهلال 17 مباراه لعبت فقط لا غير. تراجع بعد الفوز بتاع امبارح بتاع الشمال، بقى الشمال 39 مركز ثاني خلف نوازيبو المتصدر ب 40 نقطه من 20 مباراه. لكن النهارده الهلال من 17 مباراة عنده كام؟ عنده 37 نقطة. يعني الهلال مطالب بالفوز في المباريات المتبقية علشان يكون في قمة الدوري الموريتاني. ولكن العجيب والغريب هو التراجع الغريب والعجيب في أداء نادي المريخ حتى الآن في الدوري الموريتاني، واللي غير مبرر حتى الآن. والسلام.